سلام عليكم، أهلا حبايبي. النهاردة هنعمل معاكم تورتة بمناسبة عيد الأم. كل عام وكل أم بخير وبصحة وسلام. اعملي لها التورتية الجميلة دي وفرحيها بيها، سهلة جدا واقتصادية. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا نشوف الطريقة. مكونات الكيك بتاعنا: كوبايتين كبار من السكر، وكوباية كبيرة من المية. ممكن تحط لبن، انا حطيت مية عشان انا عايزة الكيك بتاعي يكون اقتصادي. و3/4 كوباية من الزيت، و4 بيضات يكونوا بحرارة الغرفة. هنحط كله كده بالشكل ده. و2 باكو من الفانيليا، ومعلقة كبيرة من الخل عشان تبقى هشة وطرية. وهنضرب كل المكونات دي في الخلاط كويس. المواد الجافة بتاعتنا: معانا 4 كوبايات من الدقيق مطحونين كويس، وهنحط عليهم كيس من البودر، وربع معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، ورشة ملح من بين ايدك كده. وهنقلب كل المواد الجافة دي مع بعض. وبعد ما نقلبهم هنحط عليهم المواد السائلة بعد ما ضربناهم في الخلاط، وهنقلب بنفس الاتجاه لغاية لما الدقيق خالص يختفي. ونربها كويس عشان يدخلها هوا، عشان ما تبقاش مكتومة. وده القوام المناسب، مش تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. هنجيب صينية وهندهنها بالسمنة ونبطنها بالدقيق، وهنحط فيها خليط بتاعنا كله بالشكل ده. اللي لسه ما حطش لايك ينزل يحط لايك. وهندخلها الفرن على درجة حرارة 180 متوسطة في الشبكة اللي في النص. وقبل ما تدخليها يكون الفرن مشغلاه قبلها ب10 دقايق عشان يكون سخن. وهنهز اللحوق كده عشان نطلع اي هوا منها. وده شكلها بعد ما طلعتها من الفرن بعد نص ساعة. هنختبرها دلوقتي بالخلة، نضيفة خالص ومستوية، استوت جدا من جوه. وهنسيبها دلوقتي تبرد عشان نقلبها، وهنرجع لكم تاني. ودلوقتي بعد ما بردت هنقطعها بالنص، هنقسمها بالنص بالشكل ده. هندخل السكينة لغاية لما نوصل للآخر، وده بعد ما قسمتها. وهنروح دلوقتي نعمل الكريمة. معانا كوبايتين كبار من الكريمة الخام، ونص كوباية من السكر ناعم، وكوباية كبيرة من المية تكون ساقعة. وهنضربها كويس لمدة 10 دقايق بالشكل ده. لما تعمل منقار كده يبقى كده خلصنا الكريمة بتاعتنا. هنحط عليها صوص الشوكولاتة الاقتصادي اللي كنت عاملاه معاكم قبل كده. هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. حطيت منه نص كوباية، وهنضربه كويس مع الكريمة عشان يدي لون بني. هنسقي دلوقتي الكيك بتاعنا. السيرم بتاعنا عبارة عن نص كوباية من المية، ومعلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من الكاكاو. هنسقيها كويس كده. وبعد ما سقيتها هنحط عليها طبقة من الكريمة. لو عندك قرطاس ممكن تحطها فيها وتفرديها. لو مش عندك ممكن تفرديها بالمعلقة زي ما انا عاملة كده. وحطيت الطبقة التانية من الكيك، وهحوش الوش بتاعها كده بالسكينة. نقشره خالص كده عشان تكون متساوية الشكل ده، وهنرجع لكم. وبعد ما قشرت كله هنحط بقية الكريمة بتاعتنا على الوش بالطريقة دي. نحط كل كمية الكريمة بتاعتنا، وبعد كده هنفرد.
هنفردها الاول بالمعلقة كده، وبعدين هنجيب السكينة ونفردها بيها عشان نخليها ملمسها ناعم خالص، وتفردي شوية، وبعدين تحط السكينة في مية دافية تمسحيها. وده شكلها بعد ما فردتها كويس جدا وسويتها وقطعت الاطراف بتاعتها عشان تكون متساوية. وهنحطها في التلاجة لمدة نص ساعة وهنرجع لكم تاني. ودي كريمة بيضة هنزينها بيها وهنكتب بيها جملة جميلة كده على الكيك عشان نزينها وتبقى تزيينة بسيطة جدا. وقبل ما اكتب حددت اللي انا عايزة اكتبه بالكريمة بالشكل ده. بحبك يا امي. مفيش ابسط ولا ارق من كده. وعملت نجوم بالشوكولاتة الخام وهنحطها كده على الطروف. زيني بالطريقة أو بالشكل اللي انت تحبيه. وعملت صوص شوكولاتة سيحته وحطيته على الطروفة كده بالجنب الطريقة دي. وحطيت على كل الأطراف بتاعتها كده صوص شوكولاتة بالشكل ده. وبكده نكون خلصنا التورتة بتاعتنا. اتمنى اللي هي تعجبكم وجربوها وقولوا رأيكم في الكومنتات. هنقطعها دلوقتي مع بعض عشان نشوف شكلها من جوه. لما تيجي تقطعيها انزلي بالسكينة ما تطلعيش لفوق عشان ما تبوظيش شكل الكريمة. قطعها شكل مربع كده الطريقة دي. طرية جدا من جوه وهشة وطعمها يجنن. وما تنسوش تحطوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وسلام.